حمد ازيك؟ عامل ايه؟ حبيبي يا عم محمد. اتفضل. خير، انا كنت اروح احل البهايم واروح كده. طب هنتكلم على الوقف كده. اقعد. تعالى في الحته النظيفه دي. خير يا حاج. يا حمدي صلى على النبي كده، ما ينفعش يا حمدي يا اخويا اللي انت بتعمله معايا ده يا حمد. عملت ايه يا ابني؟ عملت ايه يا عبد الرحمن يا اخوي؟ يعني انت ما انتش عارف انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ صلح. رسيني يا ابني، رسيني، ممكن يكون انا ناس. لا ما انتش ناس، انت فاكره بس انت عامل عبيط ومزعلني منه. ماشي يا عم، بصرف النظر عن الغلط اللي بتغلطوا فيي، قول لي يا عم انا عملتش فيك وجاير عليك في ايه وزعلان وجاي للغاك كده قدام الجيران وجاي لو بوزك عليا يا عبد الرحمن، وانا شايفك من اخر الطريق جاي عمال تمد وتشوح وبتضرفن في الكلام. عايز يا عبد صعبان الرحمن. عليا من اللي انت عامله يا شيخ حمد. عملت ايه؟ عامل ايش؟ جايب رحت ضمانتك في كارد، والناس كل يوم والتاني جايين للبيت ولك بتاع شهرين ما دفعتش عليك اصلا متاخرين. طب وبمزاج ايه؟ طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي يا حمد اخويا، احنا اتنين من بيت واحد، هنتحبس حرام عليك. خلاص انا ليه 6 شهور بدفع وانت ضامنني، يعني انت اخوي كده وخلاص. يعني انت كل ما تزنق في حته تقول انا اخو المعلم حمدي والحاج حمدي والشيخ حمدي وابو حذيفه وابو محمد، يعني انا اخوك ده خلاص، يعني ما تشيلش عني حاجه خالص، سد القسط يا اخي. بس يعني انت جيت للبيت قلت عايز اجوز الواد الكبير، ورحت ساعدتك وجبت فلوس من البنك عشان تيجي دلوقتي تقول لي تسمعني الكلمتين دول. والله بص، هي مش غلطه، هي غلطه الزمن والجبر اللي احنا فيه، وانا كل قسط بزنق ببيعها دلوقتي فضل الحيطان والاربع لوند اللي فيه، حتى السرير التاني بعته، ابيع بقى عيل من العيال. انا ما ذنبيش حاجه، انت معاك عيال كبيره انما عيال صغيرين، خليها اتحبس يا حمدي يا اخويا، دلوقتي انا اعمل ايه؟ يا عم ربنا حنين احن من الناس كلها عليهم، ربنا يتولاهم. اتحبس انت بس يا عبد الرحمن واسمك عملت حاجه لاخوك. يا اخي حرام عليك، حرام عليك، هروح فين بس؟ حرام عليك والله العظيم. الناس هترن في البلد تقول لك ده جايب له فلوس من البنك وعامل من البنك وماشي، ده كنا لقيتك وزعيال صغيرين بيشاوروا عليه لك ايه الراجل ده جايب 40,000 من البنك ومش عارف يسد. يا عم الكلام ما بيلزاش، اللي يقول لو هنمشي ورا كلام الناس هنخسر بعض. البنك كل ما يجي لك على فكره قول له بكره، قول لي هقابل يا صاحب الكارد، قول له انا كلمته بيعمل عمره كده، يعني ان كده انتوا بيرنوا عليا قفلت التليفون وغيرت الشريحه. طب ما انا قلت كتير والله العظيم يا ولاد، قلت كتير، انا ما عارف اعمل ايش، انا اتطردت منه والله، سايبهم في البيت دلوقتي. غير الشريحه، ولو عرفت تبيع الباك بتاعك بيه. طب وبعد كده ابيع البلد عشان خاطر 50,000 ولا 60,000 انت جايبها لابنها؟ حرام عليك يا اخي. هو يا جاي بالعربي كده الكارد انا دفعته 6 شهور فاضل 6، والكارد ده انا جبته وانت تضاع، انا قضيت مصلحتي والزنق، انت خايف على سجنك، سد ال6 التانيين يا تتسجن بقى. طب اسد منين؟ اسد منين؟ بيع لك يا عم القيراطان اللي واخدهم من ابوك، ايه بيعهم ولا بص لو عندك عيل صغير لسه لبن كده بيعه، هو ما يجيبش فلوس بس هيعفى ابوه من السجن. استغفر الله العظيم يا رب، هبيع ابني عشان خاطرك انت تتجوز ابنك وتفرح، وانا ابيع عيل صغير عشان خاطر اسد اللي عليا. خلاص سد البنك، سيب ابنك يلعب في الشارع ويجيب لك مشاكل وانت السجن وتطلع تلاقيه بتاع حشيش وبتاع مخدرات. يا اخي اعمل معروف، حرام عليك عشان خاطر ربنا. بص يا عبد الرحمن، بص يا عبد الرحمن، ما حدش ضربك على ايد، ان كنت انت ضمنتني البنك وعملت روح الانسانيه والاخويه، انا عامل لك قبل كده، مش انا قبل كده جيت للغايه في البرسيم اللي فات قلت له هات خنقه حشيش للجديه صغيره لسه مولود ما بتاكلش عليه، وعطيتك خنقه برسيم، خدمه قصاد خدمه يا ريس. وقبل كده يا ريس مش جيت قبل كده خبطت علي البيت قلت المحلات قفلت والدكاكين اديني كبريت عشان اولع البوتاجاز عشان اسخن الرغيف عايش، وعطيتك عود كبريت. يا اسطى بص، انت كنت عامل لي خدمه، انا عامل لك خدمتين وثلاثه و10، ايش يعني 50 60 الف جايبهم على اسمك من الباب. وبعد كده يا حبيبي مش كله في الراحه رايحه وجايه تجي، عشان نسايبيبني بيجوا عندي كل يوم، ما تطرنيش وما تفضحنيش انا قدام الناس وقدام نسايبيبني بقول لهم ده مترشح في مجلس الشعب، ما طلعناش حرامي يا ابني. يعني هو ده اسمه كلام؟ ده اللي انت هو ده اللي عندي. وبعد كده يا حاج انا ما ضربتكش على ايدك، انت مش صغير، ده انت مطلع بطاقه وبطاقه كنت مربي شنب كفايه، والشنب عامل زي الله البلط يعني. بص انت صغير، حلاوته بسبب عمايلك فيه. انت بقى حر بقى، انا همشي بقى عشان المغرب بيأذن. بص بقى اللي انا اعرفه، الواحد ما يضمنش لو نفسه ذات نفسه ولا يضمن حد تاني، ومنك لله يا اخي روح. انت لاقي الجوازه اصلا احنا جبنا فلوس الكارد والجوازه مش ربنا مش مبارك فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه. الفيديو ده والله احنا ولا كنا مخططين له ولا مجهزين له، وجات كده واحنا قاعدين في الغيط. بس يا جدعان اول حاجه القروضه والربا حرام،
القروض والربا حرام. الجنيه اللي بيجي من اي بنك بالقرض وبالفوائد والله بيخش على صاحبه بخراب. مش معنى ان انا بقول النصيحه تبقى انا ما بعملها، عملتها ودخل علي والله ما تهنت بقرش ودخلت علي بمشاكل. بننصح الناس اوعى تجيب قرض، ومش ما بننصحش الناس اللي بتجيب قروض، بنصح برضو الناس لو حد جه قال لك تعالى اضمني حتى لو كان اخوك، اول حاجه بتشجع، وتاني حاجه هتشيل ذنب زيه. وريت لو استفدنا من الفيديو يا ريت تدعمونا بالاشتراك على القناه على اليوتيوب، ولايك للفيديو عشان اللايك ده بيفرق معانا كتير، ومشارك شيء. واحد هيقول الفيديو ما بعرفش اعمل مشاركه يعني ايه واشتراك يعني ايه. اشتراك كلمه اشتراك تحت الفيديو، دوس عليها هيظهر لك كلمه مشترك، هيجي لك علامه الجرس كده، اختار خاصيه الكل. وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك غباء كوميدي، وبرضه عم نعمل مقاطع وفيديوهات على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى اكوار. ويا رب ان شاء الله يقدرنا على ان احنا نقدر نساعدكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عشان المغرب بيأذن.